انا في 25 دقيقه ما عرفتش كيفاش غادي ندير باش نوصل لكم المغرب فين غادي، ولكن قبل من ذلك كخلاصه غادي للهاويه. ما غنقول لكم كيفاش غادي للهاويه، لان جيرارد شرودر المستشار الالماني كانوا كيسولوه تيقول لي علاش ديما انت متشائم. قال لهم الشخص المتشائم شخص متفائل لكن لديه كثير من المعلومات. اذا فاش كتكون عندك بوكو دو دوني كتولي. اذا انا في العرض ديالي غنحاول ناخذ في ثلاثه ديال المحاور كبرى، ان هو في حقيقه الامر خلاصه لهذه المكونات بثلاثه. على الصعيد الدولي غادي نقول جمله واحده تلخص النقاش او الصراع الدولي بين على الاقل بين توجهين كبيرين، بين توجه يرى لان الازمه العالميه يختصرها في تروازاف انكريز دو فيول فود فينانس، واتجاه اخر يختصرها كذلك في ثلاث حروف انكريز ايكونوميك ايكولوجيك ايديكيتي، وكل واحد عارف راسو فين حاط راسو. فيما يتعلق بالوضع السياسي في المغرب مع الاسف على الاقل في هذه العشريه الاخيره نعيش انغلاقا سياسيا بمعنى الكلمه. انغلاق سياسي على المستوى المؤسسه الحاكمه، كاينش توجهات واضحه فين غادا البلاد. مره كنهضروا على افريقيا، مره كنهضروا على منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط، مره كنهضروا على اوروبا. كاينش توجه واضح ديال المغرب فين غادي، مع الازمه اللي دائما مطروحه والسؤال اللي على الاقل ولا كيتطرح في الاونه الاخيره ديال من يحكم المغرب. الا ما قدرناش نجاوبوا على هذا السؤال ما يمكنش نعرفوا المغرب فين غادي. كاينش كار تنعرف الشيفور كيدير وتعرفوا فين غيمشي. اذا سؤال مركزي اللي خصنا نجاوبوا على هذا الانغلاق. هذا الانغلاق السياسي كذلك عنده انعكاس على المستوى الممارسه السياسيه. ومن رفيق منير في البرلمان وتعلم الامر ان البرلمان لم يعد يناقش اي شيء. والملاحظه والخلاصه اللي قالت الرفيقه منير ان حتى من كان يعتقد في المؤسسات اظن على انه صدم فاش دخل المؤسسه. لا يمكن لمؤسسه برلمانيه كتنتج القوانين ديال 63 17 64 17 62 17 اللي باعت الاراضي ديال المغرب كامل. لا يمكن لمؤسسه برلمانيه تختصر مشروع مجتمعي اللي كيهضر على الحمايه الاجتماعيه في قانون اطار في 2 صفحات وغادي يحكمك من هنا ما عرف شحال من عام اللي يجي. اذا هذه الازمه ديال هذه المؤسسه كذلك هي جزء من يتعلق بالمحور الثاني من الاجتماعي والحقوقي اللي نعطيه اكثر هو الوضع الاقتصادي. كذلك يعرف انغلاقا كبيرا. اولا تراجع ب 40% على الاندسترياليزاسيون، ولينا كنتراجعوا بشكل كبير، ما بقاش عندنا صناعه، ولينا كنركزوا كثير على الخدمات والفلاحه. بالنسبه للفلاحه هاد السنه الحكومه كتهضر وكتقول علينا كتعندنا ان اوغمونطاسيون دو 20% ديال المداخيل من المنتوجات الفلاحيه، تقريبا لحقنا ل 80 مليار درهم. مزيان، ولكن تيجي نقول راه 80 مليار درهم سوات لينا 17 مليار متر كوب ديال الماء. اون اكسبورت غيان كو دو لو. اسبانيا مثلا مؤخرا ولات كتحد بشكل كبير جدا من الانتاج ديال الفريز ومجموعه ديال الفواكه والخضار اللي كتستهلك الماء بزاف، كتجي كتكري اراضي. وليكزامبل واضح اللي كاين هو ما وقع في اكادير. اي واحد يمشي يشوف الفرشه ديال الماء ديال اكادير ما بين 80 حتى ل 90، وما وقع بعد 90 وما يقع الان هو نفسه الذي سيتكرر في كثير من المناطق، سواء في الغرب ولا خاصه الغرب والعريش. الحوض ديال لوكوس اللي فيه هو دابا الفريز وداك الفواكه الحمراء بشكل كبير، ويشوف شحال ناب فرياتيك كتهبط كل مره. اذا هذا السيكتور ديال الفلاحه اللي غادي نبنيو عليه لي با استراتيجيك، هذا من جهه اخرى هذا التخلي على الصناعه ومشينا في الفلاحه بشكل كبير عطى ان انتيغراسيون ولا اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي بنسبه 81%. الخبراء الاقتصاديين تيقول لك فاش كتفوت 45% ما كتبقاش عندك السياده، فما بالك بدوله مندمجه في الاقتصاد العالمي ب 81%. بمعنى لو ما عندكش اللي غادي تنتج ولا علاش ولا المواد كامله اللي كتنتج على الانتيغراسيون ديالك في الاقتصاد العالمي، وما كتبقاش تتحكم انت في داك الشيء اللي كتنتج. هذا من جهه اخرى دائما في الجانب الاقتصادي باش كتبان لك الحكومه زي لكم انا غادي للهويه. كيفاش الحكومه ديال المغرب هذه واحد 4 شهور وقعت على واحد الاتفاقيه مع لو سي دي او، ما نظنش واش دازت في البرلمان ولا هذا، اتفاقيه كتحرم المغرب من الكثير من الامتيازات الضريبيه. هذه الاتفاقيه اللي توقعت مع لو سي دي او عندها 2 بيلي.
او جوج ديال الرافعات. الرافعه الاولى هي فيما يتعلق بالامتيازات الضريبيه. مثلا في البروغرام ديال لاكسيليراسيون اندستريال اللي دار المغرب كيعطي مجموعه ديال الامتيازات الضريبيه. مثلا تقول اجي استثمر عندي غنعطيك 10% ديال الضريبه هي اللي غادي تخلص. الان لو سي دي شنو دارت؟ فرضات حد ادنى ديال الضريبه اللي هو 15%، ولكن هاد 15% مثلا فاش كيجي المغرب عند الشركه ديال رونو يقول لها اجي استثمري عندي غتخلصي 10%، فرنسا غتاخذ 5%، وكتجي الحكومه المغربيه وتوقع على هذه الاتفاقيه. واللو بيلي الثاني سا كونسيرن لي غافا، يعني الفيسبوك وجوجل كاع الرقمي، ان المغرب ما من حقوش يفرض عليهم الضريبه. الدول المنشا والدول اللي عندهم فيها لي سياج هي فين غيخلصوا الضريبه. صافي دير فيسبوك وهادشي كاع الفلوس اللي كاينه هنا، المغرب ما ياخذ حتى ريال في الضريبه، غتاخذهم ايرلندا. كيفاش حكومه كتجي وكتسابق على هذه الاتفاقيه، اشنو غادي تربح موراها؟ اللي هي عندك كنهضروا على ان المواد الضريبيه هي اللي من بعد غادي نجي للدوله الاجتماعيه وكيفاش الاثار ديال هذا الشيء. ثانيا كنهضروا على مؤسسات تشريعيه، كيفاش كيتم الاتفاق والمصادقه على هذه الاتفاقيه دون ان يكون هناك نقاشا سياسيا وبرلمانيا، باش على الاقل الناس تعرف شنو كاين. كدوز اتفاقيه هكا وقع عليها المغرب في المنطقه يمكن اللي غادي تعطى من ضمنها كانت لابوي اللي كان ديال هادشي ديال ان الكافي خرجونا من لا زون غريز وخرجونا فقط باش نتسلفوا. سيتو ما خرجوناش على شي حاجه. يلا خرجنا يومين تسلفنا 87 مليون و 680 مليون ورجعنا. ربما اللي تبع واحد التقرير كنا درناه في لا كوفيد في الجمعيه والجانب ديال الفينونس، ان في شهر ماي بوحدو ديال 2020 خدينا 7 ديال لي كريدي في شهر. اذا هاد البيلي ديال هاد الاتفاقيه اللي توقعات ما المهم من بعد وغادي نعرفوا فين غاديين. اذا هذا الانغلاق الاقتصادي كيبين على ان حتى النسبه ديال النمو انه عيب ان دوله بحال المغرب بالامكانيات اللي عندها كنديروا 0.8 ديال النسبه ديال النمو، مع العلم ان البامور ديال المغرب هو 2.4. اذا فاش كدير 0.8 شحال خصك ديال الامكانيات اللي ما عندك حتى حاجه وحده الا انك تسلف باش تقدر تملأ هذا الفراغ اللي كاين. اذا هذه الوضعيه ككل قبل ما ندوز للجانب الاجتماعي عطاتنا وضعيه ديال الفقر بامتياز في المغرب. يعني الجائحه ديال كوفيد عطاتنا جوج ديال المؤشرات كبار، هي ان نسبه الفقر ضربت في 7 على ما كان قبل، ونسبه الهشاشه ضربت في 2. نفرقوا ما بين الفقر والهشاشه سي لوكازيون باش نشرحوا شويه، لان دائما كان كيهضروا لنا بزاف على هاد لا بوفرتي وهذا. فبالنسبه للاقتصاديين او بالنسبه للحكومه فاش كتهضر على الفقر كتهضر على الهشاشه، فاش كتهضر على الفقر هي الناس اللي كيعيشوا بقل من $1.90. ولكن والهشاشه هي باش يقولوا لنا على ان الفقر $1.90 راه ماشي هو الدولار كونفيرتيبل، لان في الاقتصاد عندنا 3 تيب دو دولار. كاين الدولار كونفيرتيبل هو اللي كنصرفو دابا كيدير 89 ولا 10، وكاين الدولار ستابل هو باش كنتسلفو، كتاخذ ان بري كيدير لك كيحسبوا $1 وكيبقى 10 سنين، راه ديما عنده واحد لا فالور اللي كتقاس. ولكن هناك الدولار ديال الفقراء اللي النسبه ديالو هو الثلث ديال الدولار كونفيرتيبل. بمعنى فاش يقول لك الفقير هو اللي كيعيش $1.80 راه ماشي هو اللي كيعيش ب 14 درهم، راه هو اللي كيعيش ب 3 دراهم ونص، هو اللي كيعيش ب 6 دراهم و80. فيمكن كل واحد يتخيل اشنو كيعني واحد تيعيش ب 6 دراهم و80 في النهار، وهذا كيعني 2 مليون ديال المغاربه. هاد لي فيلنيغابل اللي كنزيدوهم شويه كنلحقوهم 9 دراهم 10 دراهم. هذاك الشيء علاش شي وزيره شي مره فاش كتهضر كتقول 20 درهم وهذا ما عندوش. اذا راه بهذا الحساب اللي كتحسب ماشي الحساب ديالنا حنا. اذا كيفاش غادي نهضر على مواطن يعيش بكرامه ديالو ودخله اليومي هو 6 دراهم و80 بهاد الانفلاسيون اللي كاينه وهاد. اذا هاد الازمه الاقتصاديه والازمه السياسيه مع الاسف الدوله الجواب ديالها الوحيد اللي كتلقى هو القمع. وهنا اختلف مع الكثير من الرفيقات والرفاق الذين ليست هناك رده حقوقيه، لانها لم تكن هناك اصلا حقوق الانسان باش وقع الرده. يمكن نهضر على الرده فاش نهضر على فرنسا، ما وقع في لي جيلي جون رده حقوقيه، لان كانت مجموعه ديال المكتسبات وتم التراجع عليها. حنا عمر ما كانت هناك مكتسبات،
ظاهره الاعتقال السياسي في التقارير ديال الجمعيه منين بدينا كنديروها في 94 دائما العدد ديال المعتقلين السياسيين مرتفع. فاش كناخذوا فقط سنه 2017 دائما كناخذها كمرجع، وصل العدد ديال المعتقلين والمتابعين السياسيين ل 1700. الحاله ديال التعذيب 680 حاله اذا فين هي دري دار الحقوق؟ زعما في 2017 كنا مزيان. الان فاش كنديروا تقييم لهيئه الانصاف والمصالحه من بعد 17 سنه تلقاو على ان مع الاسف المسؤولين على هذه البلاد حتى دوك الخلاصات وكاع الملاحظات اللي كانوا اعتبرنا انه حد ادنى، قلنا ان سميك دو في ديال الكرامه ديال الانسان وتصحيح البلاد ما طبقاتش، بعيدين عليها من بعد 17 سنه. باقي كنشوفوا التعذيب وباقي كنشوفوا الحاله ديال الاختفاء القسري اللي حنا في التقارير ديالنا ديال الجمعيه كنهضروا على 74 حاله، في حين ان السنداج كيهضر على 6 الحالات وكيهضر على حالات بشكل كاريكاتوريه ما كاينش الوقت وما نوقف عندها وتشوفوا الدوله كيفاش كتعامل مع الاوضاع. بالنسبه لحريه الصحافه دائما كانت هناك متابعه سنه ما جينا وقلنا هذا العام ما كانش متابعه ديال الصحفيين، ما كانش متابعه ديال على الاقل دابا في النيميريك ديال المدونين. التقرير السنوي اللي يمكن يخرج قريبا ديال الجمعيه على السنه اللي ماضت على الاقل المتابعات ولا ما نحسبوا دوك اللي باقيين معتقلين مجموعه ديال بالعير والصحراويين، ففقط في 22 كانت المتابعه ديال 65 مدون وصحفي، بمعنى ولا تدوينه كتعني 3 سنوات ديال السجن ديال سعيده العالمي ومتابعه اخرى يلاه داروها ليها كانت عندها ولد البارح وتاجلت الجلسه. فكيفاش نتصوروا حقوق الانسان اللي انستاتيو فيه كيعطيك 3 سنين ديال الحبس؟ ربما الوضع انا بعض المرات تنقولها ويختلف معي بعض الرفاق، تنقول على ان ما نعيشه او ما عشنا في سنه 2017 وهذا اسوء حتى من سنوات الرصاص، لان عدد المعتقلين السياسيين الى خدينا في 86 87 كنا في 389 400 ديال المعتقلين السياسيين اللي كانوا ديك الساعه كنا كنهضروا على 1700. هذا من جهه. من جهه اخرى الاعتقالات الحركه الماركسيه كانت واضحه كان صراعا من اجل السلطه من اجل اسقاط النظام، وكانت 20 عام من اجل السبيطار من اجل الخدمه وخذوا 20 عام ديال الحبس. فما هو اسوء؟ ان تحاكم ب 20 سنه وانت تطمح للسلطه، او تحاكم ب 20 سنه وانت تبحث فقط على مدرسه وتبحث فقط على ان سيرفيس ماشي حتى سبيطار تيقربوا هذاك السبيطار محمد الخامس تولي فيه لونكولوجي. اذا الوضعيه الحقوقيه سيئه جدا. نمشي للجانب الاجتماعي، ولكن قبل نمشي للجانب الاجتماعي لان قبيله قلت لكم غادي للهويه ان انفورماسيون. ربما الكثير الان كيهضر على ان الريفوني ديال الفوسفات شيفر دافير لحق 80 مليار درهم، دونك سي كيلكو شوز دو بيان. ولكن المشكل اللي كاين ان هذا الشيفر دافير كيجي الميزانيه ديال 2023 تلقاو المساهمه ديال لو سي بي يلا 10 مليار ديال الدرهم، في حين ان فاش كنديروا لي كالكول تلقاو على الاقل خصو يساهم ما بين 20 و 25 مليار درهم. وتيقولوا لنا على ان الكونتيتي ديال الفوسفات انها تصدر الفوسفات. علاش؟ معتبره احتياطي ديالها ان خصها تحافظ عليه، وعارفه على ان الثوره الخضراء جايه وان غادي تحتاجوا بزاف، دونك ولات كتقلل بزاف، ومجموعه ديال الاسواق خرجت منها الهند ودخلنا حنا. المشكل اللي جاي من هنا العامين ان الفوسفات اللي كتشري اوروبا غادي يهبط، اللي كتشري من المغرب غادي يهبط تقريبا بواحد 40 45%. علاش؟ لان كانت الريزوليسيون ديال اوروبا انها ما غتستورد من المغرب الا الفوسفات اللي لو طو دو كادميوم ليليمون شيميك فيه قل من 20%، وهو اللي كتشري الميريكان. هما حاولوا يتالينيو مع امريكان لان الفوسفات اللي كاين في الامريكان ماشي هو اللي كان تيتباع روسيا واوروبا. اللي كتشري الميريكان مش شحال هذه فرضه 20% موان دو 20% ديال الكادميوم. فاش اوروبا غتزيد عطات المغرب 3 سنوات من اجل الاشتغال على هذه المساله، ومن بعد غادي توقف. اذا مجموعه ديال المداخيل قبيله فاش قلت غادي للهاويه، لان اولا هذا الشيء ديال الضرائب ديال الكافا مشات، وهذا الشيء ديال لو سي دي او ديال لي زانسيتاسيون فيسكال للمستثمرين اللي غادي تقل، وكذلك هذه المداخيل ديال الفوسفات. وسط هذا الشيء كامل كتجي مثلا الحكومه وكتهضر على الحمايه الاجتماعيه والدوله الاجتماعيه. هنا نعطيو مثلا تيهضروا لنا على الحمايه الاجتماعيه كاينه باش نعرفوا راسنا حنا فين، باش من بعد نعرفوا فين غاديين. المدارس الكبرى اللي كاينه المرتبطه لا بالتغطيه الصحيه ولا بالحمايه الاجتماعيه، كاينين 3 المدارس كبرى وكاينين اللي وسط منهم. كاين لو موديل بيسماركيان اللي دارت المانيا 1880 مع بيسمارك، اللي كيتبنى على المساهمه، انك كتساهم وكتستافد من الخدمات.
ما ساهمتيش كتدخل المساعده قليلا. وكاين لوريجين بيفيرجيان 1942 اللي كانوا داروا بيفيرج، اللي هو التمويل ديال الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه كله من الضرائب. مثلا نعطي مثال باش تبان الفرق، مساهمه الدوله الضرائب في المنظومه مثلا الصحيه الاناشاس ديال بريطانيا لحقا ل 85%، مشكل كبيره. وليماج ماركونت اللي فيها اللي على الاقل هذا هي بقى تيدور وكيوقف قدام لاكاس، كيلقى واحد البلاصه فيها اون كاس، سول هذاك مول لاكاس قال لي وانتم عندكم كلشي غراتوي، اش كدير لاكاس؟ قال لي كنخلصوا اللي جا في الطاكسي كنرومبورسي ليه فلوس الطاكسي. هذه هي الحمايه الاجتماعيه. وكاين المنظومه الثالثه الليبراليه الامريكيه اللي كتعتمد فقط ان كل واحد يدير لاسيورونس لراسو، وان الدوله تتدخل فقط في الازمات الكبرى او لدى بعض الفئات الهشه. وربما الجميع تبع النقاش اللي كان على الاوباما كير والمحاوله ديال تغيير المنظومه وكيفاش تبلوكات بشكل كبير.